كنتش عايزه اودع انتمتي، كنتش قادره، اهلي بداوا فعلا يوحشوني، مع ان انا كنت عايز امشي عشان زهقت بقى. لانه اسوأ واكتر منطقه خطر هو هي تايمز سكوير. Yeah. اول مره اتغربنا. اكس ايمان ازاي عامله ايه؟ عامل ايه؟ احنا ليه لازم بقى نعرف نفسنا؟ عشان انا عشان الناس في الكومنتس طلبوا ان احنا في كل حلقه لازم نعرف نفسنا. اوكي. فتسمح لي اعرفك الاول. لا لا محمود. اوه ماي جاد، تسمحي لي بقى اعرفك تاني اسمح لك. ايمان خطاب. مبقاش فاضل غيري على فكره. ايمان خطاب. ميرسي. ايوه عايزين نقول للناس انه بما انه الصفحات بدات تكبر والكوميونتي بتاعنا بدا يكبر، اوكي، فارائهم واجاباتهم على الاسئله مهمه جدا. الاسئله واللي احنا بنحطها دي بنحطها فين دلوقتي بنحطها على انستغرام، بنحطها ستوريز بولز، وبنحطها على يوتيوب كوميونتي. والحاجه الجديده اللي I'm so excited to announce ان احنا كمان ضفناها على سبوتيفاي. فدلوقتي الاسئله موجوده كمان على سبوتيفاي. يس. واو. وابل بودكاست وابل بودكاست وانغامي. يس. كله دلوقتي في كل حته. All الانتشار ما this is the massive action. يعني اللي ما عندوش وقت يشوفنا هيسمعنا، واللي ما عندوش وقت هيسمعنا يشوفنا، واللي ما عندوش وقت لا يعمل ده ولا يعمل ده خلاص يجاوب على البول ويكسب فينا سوا. تفتكري ده وقت مناسب نطلب من الناس يعمل لنا سبسكرايب وفولو؟ صح. النهارده هنتكلم عن سبوتس. فاهم انا الحركات دي. يا ريت الموضوع كان يعني بإشراقة سبوتس. احنا هنتكلم عن تجربتنا الأليمة الجميلة المريرة العظيمة في الغربة. أول مرة اتغربت امتى يا محمود؟ كانت من كام سنة؟ كانت من 5 سنين. not bad. بس انا مش بعتبرها غربة يعني حقيقي. ولكن هو ده اللي انت والله انا ما هو ده اللي انت مش عايزة يعني. انا ما اتخنتش. انا كالعادة انا ما اتخنتش كالعادة يا جماعة. اكس اسم الله عليه عنده اجابات جديدة نوعها جدا، متميزة جدا. هو شخص لا بيتخان ولا بيحس بالغربة يعني ولا بيروح ديتس اوكي، ولا خسر صحاب قريبين. اسم الله عليه، اسم الله عليه. اوكي نرقيه والله العظيم الحاجات دي حقيقة. انا مش بفيك اي حاجة منهم صدقيني. ده علشان انا اتهمته ان هو فيك، فهو دلوقتي بيحاول يدافع. بس اذا شايفين انه اكس طبيعي يعني مش فيك، بليز قولوا لنا يا جماعه يعني عشان حابين، لانه هو بيقول انه ده رايي انا الشخصي انا واصحابي، انه مش معقول لا يكون مش رايك انت، هو راي اصحابك. عشان انا عارفك، بس انا عارفك انا فانا عارف الباور اوف انفلونس جايه منين. جايه منين. اصبري بس، هي اول خروجه هتيجي لا وكل ده انا الجروب ده هدخل جوه. عايزين جوه. نقول للناس بقى على المشاريع الكبيره اللي احنا مخططينها علشان في مفاجآت مجهزينها للكوميونتي بتاع اول مره. ايوه and we gonna announce it once ان احنا نكون جاهزين ان احنا نعمل مغامرات. ديل. تعال بقى اسالك يا محمود. اديني، انا احب اتسال قوي. ليه اتغربت؟ والله انا الفكره كلها ان اتكلم بقى. بصي انا في مصر كنت شغال في فودافون مالتي ناشونال كومباني، فانا كنت حاسس اني شغال في احسن شركه في مصر من الاخر. فانا قلت يعني ايه اللي بعد كده بقى؟ يعني ما هو مش هروح فين تاني؟ ما انا شغال في شركه، وكمان انا ما كنتش عايز اترقى في فودافون. يعني انا كده ما كنتش هكون صاحب الشركه بتاعت فودافون، وفي نفس الوقت مش هيمشوني. فانا حاسس ان في نوع تطور المفروض يحصل لي، بس مش في المكان ده. كان عندك كام سنه؟ كان عندي 28 سنه. فانا حسيت ان السهل اصلا. قلت لي انا ما عنديش مشكله برضه اقول سنيز،
بس انا عارف يعني إن اصل في بنات اصل في بنات عندهم فضول يعرفوا أوكي، انت عندك كام أيوة. سنه، فانا بحب اسعى في الخير قوي. الخير شغال، الخير على ودنه. 28 زائد 5 يا زائد بنات. 5 فنحاول ان ايه نقدر نعرف دلوقتي نعرف. محمود عنده كام سنه. بالظبط. نرجع الحلقه دي ناخد بالنا ان هي متصوره في ما علينا يعني. المهم بحاول اجمع يعني عشان في لاج. كنت في فودافون وفي احسن شركه في مصر. بالظبط. فكنت حاسس كده، مش لازم تكون كده يعني، بس انا كنت حاسس ان انا مش عايز اروح مكان تاني جوه مصر بعد فودافون. فقلت لا خلاص كده انا لازم اغير البلد، لازم اغير المكان اللي انا شغال فيه. فقلت ايه افضل مكان حسيت ان انا محتاج اروح له؟ قلت لازم اروح الامارات. وقتها بقى قعدت ادور على شغل كتير جدا، بتاع 8 شهور، ودخلت فيهم انترفيوز مثلا بتاع 16 انترفيو ولا حاجه، لغايه لما بعد كده سافرت. بس فكان سبب الغربه هي الديفلوبمنت، التطور، ان انا اطور من نفسي يعني. عايز تسالني؟ طبعا لازم اسالك على حاجات ليها علاقه بالغربه، ولا اسالك على الادفنتشرز اللي بتعمليها في السفر؟ انا عارف ان انت سافرتي 98 دوله صحيح؟ انت فاضل لك كام دوله لسه ما سافرتيهاش؟ لسه على الخريطه. لا اسالني على الغربه. اسالك على الغربه. حسيتي فعلا بالغربه لما سافرتي بره علشان تدرسي، ولا لما سافرتي الامارات عشان تشتغلي؟ لما سافرت عشان ادرس. فعلا حسيتي بالغربه. كان عندك ساعتها كام سنه؟ انا هكون اذكى منك وهقول كان ساعتها عندي كام سنه، بس مش هقول اتغربت من كام سنه. كان عندي 26. اوكي. انت خرجتي. دي كانت اول مره وبالمناسبه دي كانت اول مره في حياتي ابات بره البيت. واو. في حياتي في المطلق. طب ما عودوكيش يعني خلوكي تباتي عند خالتك شويه؟ ولا بنت خالتي ولا بنت عمتي ولا الجو ده. كان مستحيل. كان على طول من رابع المستحيلات انه في بنت في البيت تبات بره البيت. اوكي. فلما سافرت وانا عندي 26 سنه حرفيا انا اول ما الساعه 10 جت بالليل انا بدات اتوتر انه هو انا مش راجعه البيت، هو بابا مش هيكلمني على التليفون يقول لي انت فين واتهزق. هو يعني المشاعر الاحاسيس دي كلها ضربت مره واحده. اوكي. اتوترت حقيقي. وقعدت فتره طويله كل ما الليل يليل انا متوتره، انا مش في البيت، انا عارفه ان انا مش في البيت وده مش سريري، فانا خايفه. فتره قد ايه فضلتي فيها؟ 3 شهور او 4 شهور. لغايه لما عرفتي تتاقلمي او حاولت اتاقلم غصبا عني. كان معاكي حد ولا كنت لوحدك؟ انا لما سافرت ما لحقتش اني اسكن في السكن بتاع الجامعه. اتاخرت على ما قدمت الورق، فاضطريت ان انا ادور على سكن خارجي وهنا بقى بدات المغامرات. طب حابه تقولي للناس المكان ده كان فين؟ في لندن. اوكي. قعدت هناك فتره قد ايه؟ قعدت هناك تقريبا 3 سنين. وكان السبب انك بتدرسي؟ كنت بدرس وبشتغل. تشتغلي؟ بالظبط. تشتغلي ايه؟ بشتغل BBC. اوكي. وكنت بدرس. في التوقيت ده انا كان ضغط مش طبيعي. اولا اول مره في حياتي ما يبقاش فيه بابا وماما واخدين بالهم من كل حاجه، وانا اللي هبقى واخده مسؤوليه كل حاجه، مسؤوليه بيت، مسؤوليه اكل، شرب، فواتير، ايجار، كل الحاجات دي كلها انا يعني هتشيليها كلها. حصلت لي كوارث يعني كوارث وهحكيها لك واحنا في الحلقه يعني ايه الكوارث اللي حصلت معايا. انا اللي قادره افتكره هو انه اول يوم اول ما وصلت مطار هيثرو انا انهارت من العياط. واو. انهارت لاني انا ما كنتش مستوعبه انه انا في اللحظه دي ما فيش رجوع، يعني ما فيش ان انا في مشوار وراجعه زي العادي. خلاص دي بقى مرحله جديده من حياتي، وما فيش حاجه اسمها بابا ممكن لو سمحت تعمل لي، ماما ممكن تعمل، ما فيش خلاص انت بتعمليه لوحدك. فدي كانت ده كان اول اختبار. كان اول اختبار لاحساس الغربه. وحسيته اكتر لانه
في اوروبا الحياة شوية بتخليك لوحدك، بتفكر لوحدك، بتعيش لوحدك، حياتك انت، مسؤوليتك انت. وده عكس اللي انا حسيته هنا. لما جيت اشتغل هنا لا، كان مختلف تماما. بس اتعلمتي كتير كتير. شكلي كده داخل على سؤال اتعلمتي ايه. كان سهل عليك يا محمود انك تاخد قرار انك تسيب صحابك واهلك، كل الحاجات اللي انت متعود عليها، كل دوائر الامان، كل حاجة انت عارفها، وتروح لكل حاجة انت مش عارفها بسهولة. كان صعب كان صعب جدا كمان. تحسيها فيك ولا لا. هي لا، طبيعية حقيقية على غير العادة. كنت مش مستنيك تقول مصدقة. لا عادي على فكرة. انا اصلا عادي. ما انا قلت حبيت اديها لك فاجئتني. لدرجة ان انا حسيتها فيك. لدرجة ان انا اتفاجئت وحسيتني اتشليت، مش عارفة ارد. ده بجد. ده بجد شكله هيتكلم، شكله هيقول حاجة حسن يقول لي والله. لا طبعا على فكرة، ولا فرق معايا والله يا ولاد يلا يا ولاد الذين. لا فرقت معايا لان انا اتصدمت لما جيت هنا من مش من حاجة، من صعوبة الفكرة بتاعت ان انا هعيش مع حد وانا اصلا في بيتنا عايش قاعد لوحدي. ففجأة بقيت هناك اما سافرت ان انا عايش مع حد، ودي حاجة مزعجة. ده حتى في المصايف ما كنتش ببقى عايش مع حد. بحب اقعد لوحدي او يبقى عندي مكان خاص. فلما رحت الموضوع ده ازعجني جدا. وكمان فرق معايا ان انا اهلي بدأوا فعلا يوحشوني، مع ان انا كنت عايز امشي عشان هم معايا كتير، فمش يعني زهقت بقى يعني عايز اتفصل شوية يعني. بس حقيقي في الشهر مثلا بعد بالظبط 40 يوم فحسيت ان في حاجة بقى يعني ادركت ان انا I missed them. طيب وحشوني. اول مرة حضرت فيها شنطة سفرك، ايه اللي اخدته وايه اللي نسيته؟ اخدت حاجات غريبة جدا والله العظيم. اخدت شاي مش مصدق نفسي لغاية النهاردة ان انا اخدت شاي. واخدت صابون ايد، مش هاند ووش اللي هو بيتعمل عليه، الصابونة اللي هي الصابونة لوكس. والله ما مصدق ان انا عملت كده. قال يعني البلد اللي انا رايحها هناك ما فيهاش ليبتون مثلا. خدت شاي نوع ليبتون يعني يا ريته العروسه مثلا لو هنلاقيه في مصر مش هيبقى هنا، ممكن تلاقي هنا العروسه اصلا كمان موجوده. فيعني انا كنت وخدت معايا حاجات غريبه جدا. خدت معايا المشكله ان انا ما خدتش من الحاجات دي واحده مثلا. خدت مثلا 3 ليبتون 3 جاي على صحراء. مش فاهم، ما كنتش جاي فاهم. ايوه ما كنتش فاهم. بعد كده اي حد بقى بيجي بياخد حاجتي مع بعض الطريقة عليه، يعني بطلع عليه اللي كنت عايز اتريق فيه على نفسي لما. وايه اللي نسيته؟ الحاجات اللي مهمة كان لازم تكون في شنطتك وما جبتهاش. خايف ارد الرد يضايق. انت عارفة ما نسيتش حاجة. علينا. عارف والله حقيقي يا امان مش بكذب والله. انا منظم جدا وبكتب كل حاجة. منظم جدا، ما بيتخدعش، ما بيضحكش عليه، ما بيروحش ديتس، ما بينساش حاجة. ايه كمان انا حاسه انها لسته. لا العريس ده كامل شامل المواصفات وكوبرتين عليا يا بنات. انا ما نسيتش حاجه حرفيا والله ما نسيت حاجه. يعني عارفه انت نسيت عارفه ممكن السؤال كان المفروض اخد معايا بما ان انت ما نسيتش حاجه، كم شنطه اخدت؟ خدت شنطتين بس. واو interesting. يس شنطتين لميت فيهم كل حاجاتي، والباقي ده قلت انا مش خلاص بقى مش عايزه. وخلاص خدت الشنطتين دول ورحت وقلت مش راجع تاني. اوكي عايز تسألني؟ طبعا. اغرب موقف حصل لك في الغربة؟ في لندن وفي الامارات الاثنين. رحتي مكان تاني اتغربتي في مكان تاني؟ سافرتي اماكن تانية كتير انا عارف. ولكن لوكيتد في مكان تاني غير مصر. ممكن اقول لك اصلا في موقف غريب حصل لي في الصين. اوكي بس انت الصين كنت فيها قعدت فيها شهر ونص. اوكي. قعدت في الصين شهر ونص، قعدت في امريكا شهر ونص. اوكي. اللي حصل لي في الصين
انه انا خرجت من الاوتيل على اساس ان انا هلف حواليه، هروح السوق، هشتري حاجه وهرجع تاني. اوكي. لسبب ما ضيعت الاتجاهات ودي مبدئيا نادرا ما بتحصل. انا بحفظ الاتجاهات كويس جدا، انا ممكن اضيع اي حاجه، بس يعني اكاد ازعم ان عندي ذاكره جغرافيه قويه. اوكي. ضيعتها للسبب. ماشي. اوكي. عايزه اروح، انا عايزه ارجع، انا عارفه ان الاوتيل دقيقتين، ما في، كنت في بكين، ما في بني ادم بيتكلم انجليزي. فانا قضيت 1.5 ساعة برسم للناس اشارات literally. محمود قاعده بعمل لهم كده اوتيل 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 this is hotel I want to go. مفيش 1.5 ساعة. طب ما تطلعي جوجل ترانسليت والترجمه. ما كانش معايا انترنت، كان اول يوم، ولا عندي شريحه ولا معايا اي حاجه. وطبعا بقى اتهزقت من اهلي لانه اخواتي وماما بيعرفوا يتكلموا صيني وانا فشلت في الموضوع ده. فماما قالت لي يعني يوم ما توهي في الصين، واخدتها على قلبها بقى انه دي اهانه ليها وكده. فدي كانت يعني من اكتر المواقف الغبيه الغريبه اللي قهرتني، انه انا حوالين الاوتيل بدقيقتين مش عارفه اوصل له. ليترالي مش عارفه اوصل له. كان صعب عليا لان انا حسيت حقيقي فعلا ان انا عمري ما هعرف ارجع الاوتيل تاني. في اللحظه دي حسيت انه كانوا اطول 1.5 ساعة عدوا عليا. اغرب موقف حصل لي في لندن اوكي هو اللي كان صعب، ان انا كنت عايشه مع بنت عربيه، وبعدين اختلفنا في وجهات النظر، وانا ما كنتش حاطه في بالي ان الخلاف ممكن يتصاعد يعني. ففي يوم انا كنت قاعده بذاكر، انا كنت قاعده مع 4 بنات تمام. ففي يوم انا قاعده بذاكر على السفره، فجت لي بنت عايشه معانا مغربيه، قالت لي ايمان انت لازم تطلعي من البيت باقصى سرعه. قلت لها انا مش فاهمه ليه. انا كنت المفروض بقى مسافره في الاجازه بتاعت نص السنه رايحه على اسبانيا. قالت لي لانه البنت صاحبه البيت هي بتخطط انه بس انت تسافري، هتغير القفل بتاع الباب، تحط حاجتك بره، وهتعمل بلاغ يخليكي ما ترجعيش. انا هنا كانت المصيبه عندي انه انا عندي اسبوع امتحانات بعده انا مسافره. اروح فين؟ قلت لها انت متاكده؟ قالت لي انا سمعتها بتتكلم في تليفون وبتقول لصاحبها كده، وهي فاكره ان انا ما بفهمش عربي. اوف. فانا جايه اقولك علشان حرام انه يحصل فيكي كده وانتي لسه بتدرسي، وانا دافعه ايجار شهر. وكان خلاف تافه من اختلافات البنات والهبل ده. فده كان من اصعب المواقف اللي عدت عليا. مشيتي؟ مشيت، ومشيت بطريقه هوليووديه يعني. لانه انا كان بالنسبه لي اول قرار اخدته اول ما رحت، انا عايزه اقعد مع واحده عربيه علشان احنا عرب هنفهم بعض، هي هتكون امان انا هكون امان. ودي كانت اول صدمه، اول واكبر صدمه اخدتها في الغربه، انه ضربت منها وده كان احساس بالغدر. لانه اصعب حاجه عليك ان انت تبقى مآمن لبني ادم، وبعدين تكتشف ان الانسان ده ما عندوش اي مشكله انه يرميك انت وحاجتك ويسحب منك احساسك بالامان في لحظه. اوكي. وبعديها اكتشفت ان هي طبعا كانت مغليه عليا في ايجار الاوضه، ويعني كانت عامله بلاوي يعني. بس انا ما كنتش مركزه في كل الحاجات دي كلها. وده ليه؟ كان ناتج عن قله تجربه وعدم خبره في انه ازاي اقدر احمي نفسي من اني اقع عرضه لانه حد ينصب عليا او يضحك عليا او كده. جميل. عايز اسالك على حاجه. وانتي بتمشي من مصر رايحه لندن، لحظه الوداع بقى، كان في ناس مش عايزه تودعها؟ ما كنتش عايزه اودع انتمتي، كنتش قادره. بس غصب عني هي جت على المطار يعني. هي اتكلمت مع بابا وماما وعرفت انا امتى ميعاد طيارتي وجات لي عملت لي مفاجاه هناك يعني. بس انا ما كنتش عايزه اشوفها، كنتش عايزه دي تبقى اللحظه الاخيره اللي انا حقيقي وانا ماشيه من مصر انا ما كنتش عارفه احنا هنشوف بعض تاني امتى. فما كنتش عايزه اشوفها في المطار. خلاص انا كان بالنسبه لي ذكرياتنا هي الذكريات اللي احنا عملناها مع بعض. كانت ايه اول حاجه اول ما وصلت عملتها؟ اول حاجه كلمت صحابي اللي اعرفهم في البلد الجديد. فعلا كان عندي بقى احساس باني عايزه ميك شور ان انا على الاقل لسه في حاجه شبه بلدي.
اوكي. فعشان اقدر احس الاحساس ده كلمت كل اصحابي انا جاي تعالوا. راحوا جايين لي بقى كلهم في المطار وتاكدوا ان انا وصلت امان بقى. يعني حسيت ان انا في المنطقه يعني لسه الناس دي بتنزل ترجع اجازه فبنقابلهم بقى في القهوه وبننزل نخرج معاهم. فرحت مكلمهم عشان اتاكد ان هم موجودين. قلت لهم بس انا دلوقتي اطمنت ممكن تمشوا. بعد كده هم مشوا رحت انا عامل ايه عشت بقى حياتي بامان وعارف ان في حد سند موجود ممكن لما اتسوح ارجع له. طيب ايه الحاجة اللي معرفتش انك لازم تعملها اول ما توصل على بلد غريبة وكان لازم تعملها؟ ممكن كان المفروض الناس اللي انا هسكن معاها انقيها او على الاقل اعرف يعني لان دي حاجة في الغربة. يعني ممكن الناس بتكون فاكرة انك هتروح هناك تقعد في مكان كبير لوحدك. فلا الموضوع مش بيبقى كده. انت الموضوع في البداية فعلا الناس اللي بتتغرب بيبقى صعب وبتبقى ساكن مع ناس ممكن تكون كتير وده احنا مش متعودين عليه في بلادنا مثلا ان انت تبقى عايش مع ناس كتير. ففكرة اختيارك للناس اللي هتقعد معاك دي لو عندك طبعا الاوبشن او عندك مساحة انك تختار ناس هيكون مريح لان الناس دي هتفضل عايشة معاك فترة. فهيبقى في كل يوم بتشوفهم كل يوم ممكن تنزل تقعد تخرج معاهم فكده. فلو الناس دي مش اصح ناس ده هيأثر عليك جدا. صح. خليني اسألك بقى يا ايمان اتفضل. اخترتي السكن اللي هتسكني فيه قبل ما تسافري ولا بعد ما وصلتي؟ لا للأسف بعد ما وصلت. كان المفروض ان انا كنت هقعد مع واحدة صاحبتي. دي كانت الخطة الأساسية الأصلية يعني. اوكي. بكلم على لندن. بعدين بعد ما وصلت بكام يوم فوجئنا انه جوزها نازل اجازة واجازة طويلة. اوكي. وانا ما عنديش مكان اقعد فيه. صدمة. فانا كنت مطالبة اني في 48 ساعة لازم الاقي سكن بديل. وده للأسف اللي وداني على الأوبشن التاني اللي حصل فيه المغامرة الأليمة يعني. فلا ما كنتش عارفة أبدا هسكن فين. ويمكن السكن فضل طول الفترة اللي أنا متغربة فيها كان حقيقي عبء حمل. هتسكن فين هتسكن مع مين فين المنطقة بعيدة ولا قريبة وسائل المواصلات اللي موجودة مواصلاتك الصبح وبالليل أمان. كل الحاجات دي كلها أنا ما كنتش واخدة بالي منها. أنا كنت بفكر بس إن المكان حلو وخلصت. بعدين اكتشفت إنه لا أنا لازم أبقى عارفة بعد الساعة 12 هلاقي مواصلات بتروح وبترجع ولا لا. المنطقة تصنيفها من ناحية أمنيا بيحصل فيها جرائم كتير ولا لا. دي كلها معلومات مهمة جدا طبعا. بعد ما سافرت وحصلت فيها كل الحاجات دي بدأت إنه لو هسافر أي بلد هعيش فيها عندي بقى في تشيك ليست قبل ما اختار قبل ما اقرر ان انا مسافره لازم ابقى عارفه ايه المناطق اللي لازم اسكن فيها بعيده ولا قريبه عن شغلي مستوى الامان في المنطقه والمواصلات بتشمل المنطقه دي 24 ساعه ولا لا. والله معلومات مفيده والله بجد. شكرا. خليني اسالك سؤال. مين اول حد اتعرفت عليه في الغربه؟ اقول لك اسمه؟ مش لازم اسمه بس ممكن تحكي لنا الموقف موقف راندوم غريب. هقول لك انا الغربه دي موضوع الغربه ده بالنسبه لي كان غريب شويه لان انا كنت بعمل فيديوز في مصر. اوكي. فكنت بمسك الكاميرا واقعد اجري واعمل فيديوهات وكده. فانا عجبتني فكره ان انا قلت انا هصور فيديو وانا ايه بتحرك من الامارات من مصر للامارات. عجبتني الفكره فقلت هصور الفيديو ده. فروحت اعمل ايه مسجل بقى كل حاجه مصور كل حاجه من وانت بقى في التاكسي في مصر وبعد كده بتركب الطياره وبعد كده فوانا ماشي بقى في البروسيس دي كان معايا كام 6 اصحابي ما اعرفهمش لسه الناس يعني هم بقوا اصحابي بس ما اعرفهمش الناس دي اللي هتسافر معايا يعني. قاعدين بقى يتفرجوا عليا وهم مستغربين ان في حد بيعمل كده يعني. كان ساعتها على فكره ده من 5 سنين فكان كاتش يعني كومن قوي ان حد يفلوج بسهوله يعني. كان في بقى واحد منهم عينيه متنمره كده فاهم اللي هو هتحس ان هو هيموت ويتريق بس هيموت ويتريق بس ماسك نفسه يعني. وانا كنت فاهم الولد ده يعني. و anyway هو الولد ده صاحبي اسمه مجدي واحنا دلوقتي من اعز الاصدقاء باي ذا واي يعني. واحد يعني من ومجدي اتنمر عليك من اعز اصدقاء يعني. ما اتنمرش عليا بس هو كانت عينيه باين فيها التنمر جدا يعني. عايز يقول لك بيعمل ايه بقى ده كفايه بقى تصوير يعني عارفه ولا. قولي لي اول صدمه اتصدمتيها في الغربه. بما ان انا بتكلم عن اول غربه ليا اللي هي لندن. اوكي. اول صدمه اتصدمتها كانت في الناس.
فجأة بتحرك من انه مطار القاهرة 1000 من عايز يشيلك الشنطة و1000 من عايز يساعدك، وفي حقيقي ناس بتبقى عايزة تساعدك من قلبها، وفي ناس عايزة تساعدك علشان انت كمان هتساعدها بشكل ما او بآخر. بس اتليست السيرفيس موجودة. بس فكرة العشم والزحمة والناس اللي بتيجي تجري عليك من فجأة زحمة وناس عمالة بتخبط فيا وبتزقني وشنطتي تقيلة وفي جنبي ناس وشباب ورجالة، مفيش حد عايز يساعدني. مفيش حد اصلا فكر انه يمد ايده وياخد الشنطه من على السير، وانا مسكت الشنطه ورحت وراه. يعني حرفيا الشنطه جرتني 3 متر لقدام، يعني من كتر ما هي تقيله. فاتصدمت من الفرق، انه انا بقيت دلوقتي حقيقي حسيت ان انا بقيت لوحدي بجد. بس موقف زي ده بسيط يكون خلاص عمل ريفلكشن كامل، لانك هنا عرفت ان انا بقيت لوحدي. لانه مفيش حد هيساعدني، مفيش حد هيبقى حريص انه يطمن عليا غير صحابي. بس الناس اللي في الشارع يعني اقولك انه في مصر اذا انت مسكت راسك بس مجرد انك وقفت في حته ومسكت راسك ولا مش عارف كله موجود، هتلاقي السايس بيجري عليك يقولك انت كويس يا باشا، صح. انت في حاجه 1000 من هيسألك انت تمام. انا في انجلترا جالي دور برد 3 ايام يا محمود، قاعده في اوضتي ما بتحركش من على السرير، مش قادره، محدش عارف عنك حاجه، البنات اللي معايا ما يعرفوش عني حاجه. لدرجه انه ماما من كتر ما كانت خايفه عليا كلمت صاحبتي في منطقه بعيده، قالت لها روحي الايمان تعبانه مش قادره تتحرك من السرير. والبنت اخذت المترو، لانه في انجلترا طبعا ما فيش رفاهيه انك تاخد العربيه وتنزل وتروح وتعدي على صاحبك. ودي كانت من اجمل الحاجات اللي انا حسيتها لما نقلت على الامارات، انه انا تعبانه دقيقتين جنبي اي حد يجي لي. صح ده حقيقي. 45 دقيقه في المترو، جات لي جابت لي الادويه وقالت لي انا لازم امشي عشان عندي شيفت. فهي حتى لو هي عايزه تساعدني شوف بقى المشكله، حتى لو اللي حواليك عايزين يساعدوك الحياه قاسيه، في ليميتيشن، الحياه مش مساعداهم يساعدوك. لانه هي لازم ترجع بسرعه قبل ما ميعاد المترو يجي ويليل وما تلاقيش مترو ترجع فيه وتتاخر على شفتها تاني يوم. فهمت. وانت لازم تقدر كل الحاجات دي كلها وتلتمس اعذار، لانه الناس مش هتقدر تقف معاك، فانت هتضطر انك تقف على رجلك. اكيد. ازاي اتعاملت مع مشكله اللغه؟ يعني حتى لو الناس بتتكلم انجليزي بس نطقك مختلف عن نطقهم، ده كان مشكله. طبعا. اول حاجه وانا جاي من مصر الانجليش بتاعي ما كانش حلو خالص بالنسبه لي، على الرغم ان انا كنت شغال في فودافون. يعني ما اعرفش، حتى لو الناس كانت بتقول عليه ان هو حلو فانا كنت شايفه ان هو عادي يعني. كنت بعرف اديل وكنت بعرف اكومينيكيت عادي جدا، ولكن كان في مشكله في الاكسنت بتاعتي كمان. فما كان بيبقى عندي شك جامد، هل الناس هتفهمني ولا لا؟ هل اللي انا بقوله ده صح اصلا ولا لا؟ ما انا لغه جديده ما كنتش بستخدمها في مصر، واستخدامي ليها كان قليل قوي. دي اول صدمه انا اتصدمتها. بعد كده حصلت لي صدمه تاني، ان في الامارات جنسيات تاني مختلفه ليهم اكسنتس مختلفه، بيتكلموا لنفس الانجليش بس رايح باتجاه مختلف تماما. فانا ما بقيتش افهم برضو، لان انا الانجليزي اللي انا متعود اسمعه هو جاي من الافلام. فلقيت دلوقتي انجليزي برضو اسمه انجليزي ولكن اكسنت هنديه، اكسنت فلبينيه، اكسنت روسيه. فده عمل لي صدمه تانية، هو انا انجليزي الصح؟ اكتشفت ان الانجليزي واحد ولكن الاكسنتس مختلفه. تعددت الاكسنت بالظبط. وبعد كده اكتشفت، دي صدمات قاعد انا اتصدمها، اكتشفت ان مفيش عيب ان يبقى عندك اكسنت. وبعد كده اكتشفت ان عادي ما تكونش بتعرف تتكلم انجليزي وانك بتتعلم. لان احنا عندنا في مصر كان عندي كده perception ان اللي ما بيعرفش يتكلم انجليزي ده عيب او مش. لا الموضوع مش كده خالص. الموضوع ان انت في learning process. هي المسألة مسألة وقت بس في البراكتسنج، بعد كده هتتعلمه. يعني مش يعني هي مسألة بس مسألة ممارسة. كانت صدمات كلها. كان موضوع اللغة ده اصلا يعني كبير، يعني موضوع اللغة ده كبير، وموضوع التعامل بقى مع عقبال ما اصلا تبتدي تتعود على انك تتعامل مع باقي الجنسيات دي وتفهم كل اكسنت جنسية هو قصده ايه وتفهمه بسهولة، وده يدخل في الماسل ميموري بتاعك، وبعد كده تتعامل معاه كأنه عادي خلاص.
مهما يتغير انت هتفهمه. كان يعني خدت وقت قد ايه؟ سنة كاملة. سنة كاملة عشان انا اظبط اكسنت بتاعتي، لاني بقول كلمات هم اقول له الكلمة يروح هو ناطقها يقول لي قصدك دي، لان انا اصلا بنطقها غلط. تمام. لما يقعد يسألني عليها ادرك ان انا لا هي مشكلة مش عنده بقى كده، المشكلة عندي. ونفس الكلام لما حد مثلا هندي او فلبيني او مش عارف يقول لي الكلمة فانا ما فهمهاش، فافهم ان هو بينطقها غلط. فعقبال اصلا ما التجميعة دي حصلت اخدت مني سنة كاملة ولا حاجة. الموضوع ده على موضوع انه نقدر نتأقلم، اداني سؤال مضحك قوي. قعدت قد ايه تحول ما بين الدرهم للمصري في دماغك قبل ما تشتري كل حاجة؟ يا لهوي، ده فضل مثلا معايا مسكني بتاع 3 شهور واقول لا دي غالية يا ابني، ما تحسبش دي بالدرهم، ما تحسبهاش. درهم بكام جنيه يعني؟ في 3 في 4. يعني مثلا ازازة المية هنا مثلا ب2 درهم مثلا، let's say 2 درهم دي في مصر يعني دلوقتي كام؟ ما اعرفش الرقم كام يعني، بس قول مثلا تبقى بتطلع 25 جنيه. قول لا مش هشرب ميه، فاهمه يعني؟ فاهمه الكونسبت؟ صح. مش منطق يعني، ما ينفعش تقول كده يعني. لغايه لما ادركت ان ما ينفعش اتعامل مع العمله وانت في البلد بالتحويل، لما ادركت ده قلت خلاص، ما انا اكيد مش هموت من العطش بقى، لازم تشتري ميه بقى حتى لو ب 25 جنيه. يعني ولو تشتري ميه سامحيني يبقى يا لازم ماما. تتعامل مع الدرهم انه 2 درهم ده عادي انك تشتري زي بيهم 2 ميه جنيه يعني. بالظبط. يعني ده انسب مثال يوضح للناس ان العمله للبلد ما ينفعش تتحول وتقعد تحسب او تكالكوليت كده يعني. اول مره كان عندك فرصه فيها تاخدي اجازه، فهتسيبي بلد الغربه، رجعتي مصر ولا رحتي بلد تانية؟ لا، رحت بلد تانية. ليه ما رحتيش مصر قبل ما اقول لك رحتي بلد ايه؟ ما كنتش عايزه ازعل، ما كنتش عايزه اتوجع، ما كنتش عايزه اشوفهم فيوحشوني. ده كان سبب الوجع انا حاسس ان في تناقض صح. يعني. وفي خوف. بس انا كنت حاسه نفسي مش قادره دلوقتي اروح اشوفهم اتوجع وارجع ادخل. على فكره الدوامه بتاعه الهوم سيكنس دي صعبه. صح. انك تروح وتقعد معاهم وترجع تاني كأنك رايح من اول وجديد. فاهم. وبعدين فجأة تسيبهم وترجع على الغربة دي. لا ما كنتش قادرة. وما كنتش قادرة تحديدا من اول مرة. قلت انا هكسر الحاجز، هسافر على بلد جديدة. ما هو خلاص انا اتضربت في دماغي واتضربت، فقررت ان انا هروح على بلد جديدة. اوكي. ما انا خلاص خدت الشجاعة، خدت الخبرة، نايس. عايزة اطبقها بقى. عايزة اشوف انا اتعلمت ايه. طيب ايمان، انت لما وصلتي على انجلترا لاول مره في نقطه مهمه جدا انت ما عملتيهاش، اللي هي انت ما اشتريتيش شريحه من المطار. وده كان النتيجه بتاعته ايه؟ تكلفه زياده في الاستخدام. احتست هطلع ازاي من المطار وانا معيش نت؟ لازم هوصل لاي نقطه ازاي وانا مش عارفاها على الخريطه؟ افرض سواق التاكسي خطفني، صح. افرض تهت، نفترض حسن النيه، افرض تهت، اعرف منين ان انا مش في المكان الصح؟ واللي حصل لي انه ركبت مواصلات بس كانت عكس الاتجاه. بدل الخط اللي رايح ركبت الخط اللي راجع. اوكي. ومعيش انترنت، فعمالة المحطات تعدي ومش دي الاسماء اللي انا متعودة عليها اني اشوفها في الخريطة. معيش انترنت لحد ما وصلت في مكان قدرت اني انزل فيه افتح واي فاي. اكتشفت ان انا ابعد عن المكان اللي انا كنت هروحه بساعة ونص. فاول نقطة اتعلمتها انه لازم يكون معايا شريحة اشتريها من المطار، بغض النظر سعرها قد ايه. هشتري ارخص شريحة، اهم حاجة فيها يكون في انترنت. صح. لا يفرق معايا مكالمات ولا يفرق معايا دقايق ولا رسائل، المهم ان يكون فيها انترنت. ليه بقى؟ لانه تاني نقطة مهمة، انه منين ما هيحصل لك حاجة اذا عندك انترنت، اي حد اذا انت مفعل find my iPhone send location اي حاجة وحصل خطر، بمجرد ما تبعت مسج يقدر يحصل لك تتبع. صح. فانت في الحالة دي انت حميت أمان. نفسك من ناحية الأمان. ثالث حاجة اني اغير العملة قبل ما اسافر، مش في المطار. صح. لانه فرق سعر العملة كان يعني رهيب كبير. وفي ناس كتيرة بتبقى متخيلة لا هبقى اغيرها في المطار. لا، هتخسر ممكن يوصل لربع المبلغ اللي انت رايح تغيره، لانه معروف بس عشان عملت كده اسعار العملات في المطار اعلى بكتير من مكاتب الصرافة. صح. ولو انت وصلت في توقيت بالليل مفيش في مكتب صرافة فاتح، فانت احتست
لانه لازم يكون معاك كاش ولازم يكون معاك كارد، والكاش على الاقل يغطي المواصلات بتاعتك. والله معلومات مفيدة، عارف جزء انا منها بصراحة، بس هي يعني مهمة يعني فانا كان بالنسبة لي لما سافرت على بلد جديدة كان انه انا عايزة اشوف انا اتعلمت قد ايه. خلاص انا عارفة انه اهلي في مصر، صحابي في مصر، دايرة الامان بتاعتي في مصر، يلا نشوف الدرس اللي احنا اتعلمناه او الدرس اللي احنا اخدناه عرفنا نطبقه ولا لا. فين الصدمة يا إيمان؟ الصدمة في المجهول دايما. العنوان ممكن يكون واسع بس اذا طبقته او فصلته، يعني ان انت توصل في وقت، طيارتك توصل في توقيت، ما تبقاش عارف انت هتتحرك ازاي من المطار، ده مجهول. انك توصل على بلد ما بيكلموش فيها انجليزي، ده مجهول. انك بعد ما توصل ما تبقاش عارف ازاي تتحرك في البلد لانك ما عملتش بحث كفاية عن المدينة او عن الدولة او عن الاشخاص. فالمجهول فعلا عدو المرء ما يجهله. صح. على الأقل لازم معلومات بسيطة انك تبقى عارف انه ايه اللغة اللي هناك، والانجليزي مفهوم ولا مش مفهوم، ايه العملة على الأقل، ساعات العمل الرسمية. يعني في مرة انا قعدت في المطار 9 ساعات لاني ما حسبتش، لقيت تذكرة طيران رخيصة نص الليل زي الفل، اشتريتها، اكتشفت انه مفيش اصلا اي حاجة تطلعك من المطار بعد نص الليل، عشان كده التذكرة رخيصة. فاللي بياخدوا التذكرة دي يا اما هم سكان البلد، مفيش اوبر، مفيش كريم، مفيش اي حاجة، يا اما انت تكون عارف حد، يا اما انت من اهل البلد فانت في حد هيجي ياخدك، يا اما انت عارف حد ومتصل بيه من قبليها يجي ياخدك. ان هو يجي ياخدك. خرجت من المطار صحراء صحراء، يبقى لازم تكون رخيصة التذكرة. فعشان كده كانت رخيصة بالظبط. ايه المشاكل اللي في الغربة ما ينفعش تتهاون فيها يا اكس؟ سؤال جميل عشان في اكس في الاخر. مشاكل ما ينفعش اتهاون فيها، هقولك. شوفي حتى واحنا قاعدين شيرنج برضو كل حاجة فيها حدود. يعني مثلا انا برضو حاجاتي بحب ان هي تفضل ليها مكانها، ما بحبش اشير حاجات معينة مع حد. ف الحاجات اللي ما بحبش اتهاون فيها هي ان حد يتعدى حدوده معايا في اي حاجة خاصة بي. ده لما بيحصل بحط ليميت واضح يعني جدا يعني، وبعديها بيبقى فيه عواقب. فدايما دي بتكون يعني الحدود دي من النقط اللي ما ينفعش انك تتهاون فيها، ما تهاونش فيها ابدا ابدا يعني. مش عشان غربة تهاون، فعشان ده بالعكس يعني، دي تبقى حاجة مهمة. بقى عندي خبرة في ايه؟ انا بقى عندي خبرة ازاي اجهز شنطة سفر ما يترميش نص الحاجات اللي فيها. واللي هيترمي ليه؟ هيترمي علشان في حاجات مهمة جدا ممكن احنا ما نبقاش واخدين بالنا واخدينها معانا في الشنطة. وهنا احنا بنتكلم على في شنطة هتكون في بطن الطيارة وفي شنطة هتكون معاك على الطيارة من فوق. غريبة قوي مصطلح بطن الطيارة ده. بيسموها تشيكن لوجج، بس مش عارفة يعني بيقولك في بطن الطيارة. الرحلات القصيرة بتاخد خلاص ما بتاخدش شنطة كبيرة وبتاخد شنطة صغيرة. وهنا بقى كانت دايما المواقف المضحكة بتحصل معايا، اللي هو مثلا واخدة ازازة شامبو، واخدة شاور جل، واخدة برفيوم، فاضل فيه بختين حرفيا، خلاص بقى اودعه وهو بيترمي. ليه؟ لانه كان اكتر من 100 ملي. فانا بقت عندي دلوقتي خبرة انه شنطة السفر ايه الحاجات اللي لازم احطها فيها وايه الحاجات اللي ما ينفعش احطها فيها. الادوية مثلا ما ينفعش تحط من غير علبتها، دي نقطة مهمة جدا. قصافة، مقص، الحاجات دي كلها ما ينفعش. لو حاجة حديد ما ينفعش تتحط في الشنطة اللي انت هتاخدها معاك فوق على الطيارة. كل الحاجات دي ممكن تخليك تتعطل وتروح عليك رحلتك بس لانه السكيورتي تشيك وقفك. صح. فدي نقطة. انا بقى عندي خبرة اني اعرف ازاي اعمل باكينج للشنط بتاعتي، بقى عندي خبرة اني اعرف ازاي اعمل بحث على الفنادق اللي هنزل فيها حتى لو كان سعرها مغري، حتى لو كان موقعها مغري. يعني الناس تلقائيا بتقولك انا لو مسافرة على مدينة هسكن فين او هقعد فين، في السيتي سنتر لحد نيويورك
وتنسى تماما القاعدة دي. صح. لأنه أسوأ وأكتر منطقة ابعد خطر عنه. هو هي تايمز سكوير. yeah. فدي نقطة كمان اتعلمت الحاجات المتعلقة بالماليات أو الماديات، لأنه أكتر من مرة كنت هتسرق. فتعلمت ازاي ابقى واخده معايا الكريدت كاردز اللي انا حاطه الليميت بتاعها قليل جدا، تمام. والكاش عملتين، يورو دولار، تبي مش عمله واحده يعني. مأمنه نفسي انه لازم حاجة. يبقى عندي من كل حاجه خطه تانية وخطه تالتة. دي نقطه. لازم يكون معايا باور بانك. ليه بقى؟ لانه في نقطه مهمه جدا، فيشه الكهرباء بتاعت الشاحن بتاع موبايلك ممكن ما تبقاش كومباتبل مع الدوله اللي انت مسافرها، مختلف. فانت عشان تأمن نفسك لحد ما تقدر تجيب توصل لمحل أو لازم يكون معاك باور بانك تقدر تشحن موبايلك لحد ما تتصرف. صح. فدي من ضمن الحاجات اللي أنا اتعلمتها. لازم يكون في شنطتي لبس صيفي، لبس شتوي، وشمسية وطاقية ونضارة احتياطي. ليه؟ أنا ممكن أصلا رايحة على منطقة فجأة الدنيا مطرت، غرقت وغرقت هدومي وغرقت شنطتي. طب أنا رايحة على حتة حر، ممكن تحصل لي ضربة شمس. على فكرة مفيش هزار فيها في الحاجات دي. يعني في انجلترا درجة الحرارة لما بتوصل ل 35 الناس بيجيلها ضربة شمس وبتموت. فهنا في حاجات انت ليه؟ عشان مش متعودين على علشان مش متعودين على درجة الحرارة العالية. بالإضافة لأنه إذا درجة الحرارة هنا 35 فالقدرة على إنك تتكيف معاها أكبر من إنها لما تبقى في إنجلترا درجة حرارة 35. فاهم الفكرة؟ فدي كلها حاجات بقى عندي خبرة فيها، إنه يعني إيه أشيك على الجو، أشيك على المواصلات. ممكن يكون في إضرابات، وإحنا دلوقتي عمالين بنتفرج في إضرابات في أوروبا كلها. صح. فلازم تشيك كويس جدا على حركة المرور. ولازم تعرف إيه الأدوية اللي أنت مش هتقدر تلاقيها هناك وتأمن نفسك وتاخدها معاك. كمان ممكن تكون عندك مسكن هناك في الدولة اللي انت رايحها ممكن يكون متصنف جدول. فانت ممكن يحصل لك مشكلة، لازم يبقى معاك الروشتة. فكل الحاجات دي كلها انا اتعلمتها من مشاكل كتير يا حصلت معايا حصلت مع ناس اعرفهم. فدي الحاجات اللي اقدر اقول ان انا بقى عندي خبرة فيها. يس. جميل. لو اقدر اقول لك انه في درس انت اخدته تقدر تقول عليه درس العمر، ايه درس العمر اللي انت اخدته يا محمود من الغربة؟ انك ما تخسرش حد في الغربة. كل الناس لازم يكونوا صحابك، لانك هتحتاج وانت في الغربة. الموضوع برضو بيكون مش زي بلدك. انت برضو ستيل عدد الناس اللي تعرفهم معدود. ممكن تقول انا اعرف حتى لو 100 فانت برضو عدتهم. لكن في بلدك هم ما لهمش حصر. فما تخسرش حد. ده درس العمر. وحصلت ان انت كنت فاكر الناس دي مش هترجع تكلمها تاني، وبترجع تتكعبل فيهم وتقابلهم وتطلب منهم حاجات وتطلبوا منك حاجات وترجعوا صحاب تاني. فتحس ان المكان اصغر وتحس انك نفس الدايرة. مهم جدا ان تفضل علاقتك كويسة بالناس دي كلها. طيب اكس كل شاب هيتغرب يس، ايه الحاجات اللي لازم يركز عليها، ياخدها معاه، ياخد باله منها ويبعد عنها؟ هو محتاج يركز. اي شاب هيتغرب محتاج يركز على شوية حاجات مهمة قوي. اول حاجة منهم اللغة. محتاج ان هو لو هيتغرب ويروح لبلد بتتكلم يعني لغة اجنبية، فالموضوع ده لازم هيفيده جدا. هو بس هيخليه سيرفايف، وكمان هيفيده لو الانجليش بتاعه بقى افضل. ده على حسب شكل البلد هيكون ايه يعني. دي اول حاجة. تاني حاجة ما ييأسش، لان البداية صعبة جدا. جيش زي الجيش عندنا كده في مصر، جيش يعني. ويصبر، لازم يصبر. وكده كده هتيجي، بس هي محتاجة شوية صبر يعني. اوقات بيبقى مواعيد العمل صعبة، واوقات ما بيبقاش في ايام اجازة، واوقات بيبقى في اوفر تايم، واوقات بيبقى المجهود للناس اللي لسه جاية جديد مجهود جبار يعني. ولكن لازم تصبر. يحرص من ايه؟ على حسب البلد. لو البلد اللي هو رايحها دي امان فمش هيحتاج يحرص من يعني او ياخد باله من خطر، لان يعني البلد بتكون امان، فما فيش داعي ان انت يعني
تخاف من حاجة. اللي ياخد باله منه ياخد باله من ان هو ما يعملش حاجات غلط في الغربة، ان هو ياخد باله من مستقبله وما يعملش حاجة عكس قوانين البلد او حاجة يندم عليها. صحيح. انا مبسوطة جدا ان احنا اتكلمنا عن تجربة الغربة. يس. واحنا مجهزين موضوعات اكتر واقوى الاسابيع الجاية. يس. فهنختم بالسؤال الاخير. يس. اللي احنا عايزين الجمهور كمان يقول لنا اجاباته. يجاوب عليه. يس. اول مرة اتغربوا فيها كانت فين؟ السؤال ده هينزل على انستجرام ستوريز ويوتيوب كوميونيتي. صحيح. تفتكري نطلب من الناس في اخر الحلقة ان هم يعملوا سبسكرايب؟ فولو سبسكرايب. باي محمود. باي امين.